السلام عليكم. أنا النهاردة مش جاي أكلمكم عن فيلم كرتون عادي، لكنه قصة عن الكرامة، عن رفض الاستعباد، وعن صراع حصل فعلا في التاريخ بين إنسان عايز يسيطر على أرض غيره وإنسان تاني رافض إنه يعيش إلا حر. القصة بتبدأ بحصان اتولد في البرية، ومن بداية الفيلم بيظهر لنا إنه حصان متهور ومندفع، لكنه كمان شجاع، وده اللي بيأهله بعد كده إن هو يكون قائد القطيع اللي هو اتولد فيه. في ليلة من الليالي شاف شيء جديد في المكان اللي هو عايش فيه، وفضوله دفعه انه يحاول يستكشف الشيء ده، وهو معرفش انه رايح للأسر برجليه. اكتشف هناك مخلوقات غريبة، ودول كانوا صيادين أحصنة برية، واللي أول ما حسوا بيه اكتشفوا إن هم وجعوا على غنيمة. وبسرعة كل واحد ركب حصانه وبدأت المطاردة، وطبعا شجاع الحصان زي سبيريت قدر إن هو يتخلص منهم ورجع للقطيع بتاعه، لكن فجأة اكتشف إن هم لسه وراه، فقرر إن هو يحذر القطيع ويرجع تاني علشان يلفت نظر الصيادين ليه هو ويبعدوا عن القطيع. وفضل في مناورات معاهم لحد ما في الآخر قدروا يتمكنوا منه. على مدار أكتر من يوم فضلوا ماشيين بيه لحد ما وصلوا معسكر جنود علشان يبيعوا الحصان لقائد المعسكر اللي اشترى منهم الحصان وأمر بترويضه. لكن ترويض حصان بري زي سبيريت كان أمر شبه مستحيل، لدرجة إن محدش عارف يركبه ولا يثبت على ظهره، لحد ما قائد المعسكر أمر إنه يتم تجويع الحصان 3 أيام. وفي يوم اكتشفوا واحد من الهنود الحمر قريب من المعسكر، فقبضوا عليه وقرروا يحتفظوا بيه جوه المعسكر علشان يساعدهم في الأعمال الوحشية اللي الغرب كان بيمارسها على الهنود الحمر اللي كانوا بيحاولوا ياخدوا أراضيهم ويمحوا تاريخهم. بعدها قائد المعسكر قرر إن هو يركب سبيريت بنفسه. سبيريت بعد معاناة عرف إن هو يوجعه من على ظهره، فقائد المعسكر قرر إن هو يقتل سبيريت. في اللحظة دي اللي بيساعده هو المسجون من الهنود الحمر، وأنا بصراحة مش فاكر اسمه، فخلونا نسميه مؤقتا أبو سهم طائش. في اللحظة دي سبيريت كسر كل الحواجز اللي محبوس فيها باقي الخيول وحرر الكل، وقدروا يهربوا بره المعسكر، وأخيرا سبيريت بقى حر. لكن لا، لسه بدري شوية. فجأة بيلاقي نفسه أسير عند الهنود الحمر نفسهم واللي بياخدوه معاهم للقبيلة، وهناك بيشوف فرس بتلفت نظره جدا، لكن بيلاقيها حرة من غير حبال ولا حواجز، وبيحاول يلفت نظرها لكن هي مش بتديله أي اهتمام. بعدين بيظهر تاني الواد من قبائل الهنود الحمر، أيوة اللي احنا سميناه أبو سهم طائش، بيحاول يركب سبيريت لكن سبيريت كالعادة بيرفض، وبيحاول يخوفه لكن المهرة بتدافع عن أبو سهم طائش. بعد كده أبو سهم طائش يربط سبيريت والمهرة بحبل واحد، ولما سبيريت حاول يهرب قدرت إن هي تجبره يقعد بطريقتها، وخدته في أنحاء القبيلة كده في جولة تعريفية. وبعد محاولات كتير اتأكد أبو سهم طائش إن حصان زي ده مستحيل يتروض، فقرر يطلق سراحه. سبيريت حس أخيرا إن هو رجع للحرية، لكن فجأة صوت نار، هجوم الجيش على قبيلة الهنود الحمر، وبنشوف ازاي بيدمروا كل حاجة في القبيلة. هنا سبيريت قرر يرجع علشان يساعد، وكان سلاح القبيلة ضعيف بينما الجنود معهم أحدث الأسلحة. وسط المعركة المهرة اللي سبيريت معجب بيها اتصابت برصاصة ووقعت في النهر. سبيريت قفز وراها لحد ما أنقذها. في المشهد اللي بعده سبيريت نايم جنبها كأنه بيدعي إنها تبقى بخير، لكن يوقع في القصر للمرة الثالثة. في الفصل الأخير من القصة سبيريت بيفقد عزيمته، حاسس إنه مهزوم ضايع بعيد عن القطيع، ولأول مرة بيستسلم لحد ما يلاقي نفسه مربوط في سلاسل حديد هو وعشرات الأحصنة، وبيجروا قطار سكة حديد. وهنا فهم دي كانت واحدة من خطط الاستعمار علشان يسيطروا على أرض الهنود الحمر. الرجل الأشقر قرر إن الأرض دي ملكه وإن السكان الأصليين ملهمش حق فيها. سبيريت قرر يتصرف، مثل إن هو مات، ولما فكوا السلاسل حرر كل الخيول ودمر المكان كله. أثناء الهروب من النار سلسلة علقت في شجرة وكانت النار هتاكله، لكن مين يظهر فجأة؟ أيوة هو أبو سهم طائش وينقذه. في آخر مشهد الجنود بيرجعوا مرة تانية، سبيريت لأول مرة يسمح لحد إنه يركب على ظهره ويركب أبو سهم طائش يهربوا سوا لحد ما يوصلوا لحافة الجبل. هنا سيبكم مع المشهد لأنه فعلا عظيم. Oh, yes.
وفي النهاية سبيريت حر، المرة دي حر للأبد، بيرجع يلاقي المهر عايشة ويرجع للقطيع بتاعه والقطيع كله بيفرح بيه، وبكده تنتهي قصتنا. وفي النهاية حابب أقول إن الفيلم بيقدم رسالة مهمة جدا، إن الحرية مش سهلة. سبيريت اتحبس أكتر من مرة، اتضرب واتجوع واتربط بسلاسل، فقد الأمل في وقت من الأوقات، لكن في الآخر رجع يقف من تاني. يمكن دي أهم رسالة في الفيلم. والحاجة الغريبة في الفيلم إننا بنشوف قصة استعمار الغرب لأرض الهنود الحمر، بس مش من خلال التراجم والمدونات التاريخية، احنا بنشوفها بعيون حصان ملوش علاقة بالحروب ولا بالسياسة ولا بالصراع على الأرض، لكن مع ذلك اتأذى، اتحبس، اتربط بالسلاسل، بس لأنه كان عايش على أرض حد تاني قرر إنها تبقى بينه. وبس كده.